عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من اسكندرية. نزلت لكم فيديو بتاريخ 9/6 وقلت لكم ان الفيديو بتاع 9/6 ده متصور يوم 7/6، وقلت لكم فيه كمان ان هم ان شاء الله هيسلمونا الشواطئ قبل العيد، ومأكدين عليا جدا، يعني مأكدين لي جدا ان الشواطئ هتتسلم قبل العيد يا دوب. وكان الفيديو متصور يوم الجمعة، تمام. يوم السبت عرفت بقى، يعني انا دوب صورت الجمعة، كانوا هم السبت بقى بدأوا في رش مادة الMCO او ما يطلق عليها والمشهورة يعني بينا كده بمادة المازوت، تمام. يعني انا يا دوب صورت الجمعة، كانوا هم يوم السبت عاملين المادة اللي قدامكم دي اللي هي المازوت، المادة السوداء دي، تمام. بادئينها طبعا من اول شاطئ جنب سور المنتزه اللي هو شاطئ الشيراتون اهو، زي ما انتم شايفين كده سور المنتزه اللي هو الاحمر ده. وهنا احنا هنا في وشنا فندق، في وشنا شاطئ الشيراتون، وفي ظهرنا فندق الشيراتون، تمام. هما بادئين من البدايه خالص اهو، زي ما انتم شايفين كده. الماده دي هي الماده اللي بتربط ما بين السن والاسفلت، يعني يا دوب هيحطوا الماده دي كده، بعد كده هيتم عمليه الرصف على طول. لو تاخدوا بالكم بقى ان هتلاقوا التوسعه اعلى من الطريق الاساسي، والكلام ده انا قلته في فيديوهات سابقه ليا كتير ان التوسعه اعلى من الطريق الاساسي. هل بقى بعد ما يرصفوا بقى التوسعه دي هيسدوا بقى هيسيبوا العربيات على تمشي على التوسعه ويقفلوا الطريق الاساسي علشان يعلوه ويبقى يوصل لمستوى التوسعه دي؟ الله اعلم بقى، مش عارفين. انا شايفين هنا العلو باين ازاي. انا بجيب لكم هنا من الجزئيه دي كده، خدت لكم التصوير من الجزئيه دي علشان تشوفوا شايفين العلو عامل ازاي، والطريق الاساسي اوطى بكتير. هل هم هيشتغلوا بقى فيه على طول، ولا هيصبروا لما الصيف يخلص والناس الكتير اللي في اسكندريه المصيفين يمشوا يعني لبلدهم تاني، ويبداوا بقى يشتغلوا تاني من الشتاء الجاي ان شاء الله؟ الله اعلم. احنا كده كده معاكم بالتصوير ان شاء الله، وهنعرفكم كل جديد عن اسكندريه. الشاطئ اللي احنا شايفينه ده انا مصوراه في الفيديو اللي فات، وقلت لكم ان ده شاطئ القوات المسلحه، وسعر التذكره بتاعته 100 جنيه للفرد، تمام. حاطين شويه شازلونجات كده ورا، وعادي يعني شاطئ مفهوش، انا شايفه ان ما فيهوش اي ميزه تميزه عن اي شاطئ تاني غير الثلاث شازلونجات اللي هم حاطينهم ورا، وسعر التذكره بتاعته 100 جنيه. اي حد بيدخله على فكره، يعني اي حد بيدخل عادي جدا. كنت واقفه، الراجل بيقول له بكام، قال له ب 100 جنيه للفرد. الراجل قال له 100 جنيه، يعني انا لو معايا دلوقتي جاي ومعايا مثلا 10 12 15 فرد هدفع 1000 ونص. قال له هو دي اسعارنا كده ويعني عاجبك ادخل، مش عاجبك امشي. طبعا الراجل خد نفسه ومشي. طبعا الصراحه هو ال 100 جنيه بصراحه كتير يا جماعه، بصراحه كتير على ان يدخل علشان يدخل الشاطئ ب 100 جنيه. اصلا هو مش داخل لوحده هو ولا مراته، وعلى فكره هو عائلات اصلا، يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش مثلا انت مثلا وابنك تدخلوا، او انت وبنتك، او انت لوحدك، ما ينفعش. لازم تكونوا كده انت والزوج والاولاد، عيله يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده المنظر من هنا اهوت الماده اللي انا بقول لكم عليها اللي هي ماده الMCO او ما يطلق عليها المازوت محطوطه، تمام. وان شاء الله خير. وزي ما قلت لكم ان شاء الله، ان شاء الله قبل العيد هتكون الشواطئ بتاعه المنظره مفتوحه. الناس اللي بتسالنا على شواطئ العصافره، شواطئ العصافره ان شاء الله برضو الصيف ده هتكون شغاله ان شاء الله، بس هم هيخلصوا من المنظره وبعد كده هيبداوا في العصافره، لان العصافره بنسبه كبيره جدا هي خلصانه هي كمان. الناس اللي بتسالني على ميامي مش معانا الصيف ده، ميامي فيها شغل كتير جدا فمش معانا الصيف ده، وسيدي بشر برضو مش معانا برضو الصيف ده، وده كلامهم هم. الناس اللي بتقول لي انت بتجيبي المعلومات منين، احنا بنجيب معلوماتنا يا جماعه من المهندسين والمشرفين اللي شغالين على الشاطئ، وكمان هم بيبقوا يعني المشروع ده بيبقى مدروس ومكتوب واحنا قاريين. احنا مش، انا واحده من الناس ما بطلعش اقول اي كلام كده وخلاص، انا ببقى باحثه كويس عن الموضوع عشان لما اطلع اقول لكم كلمه يبقى الكلمه في محلها. ولما بكون بقول حاجه من عندي انا، من توقعاتي انا، بقول لكم ان دي من توقعاتي انا، يعني من التوقعات بتاعت اليوم زي ما قلت لكم كده. هل هم هيعلوا الشارع اللي هو الاساسي، يعني الطريق الاساسي هيعلوه يبقى بمستوى التوسعه؟ ممكن يقفلوا، يعني يقفلوا الطريق الاساسي ويعلوه يبقى بنفس مستوى التوسعه، وممكن يخلوه لما الصيف يخلص. دي توقعاتي انا.
زي ما قلت لكم برضو في فيديوهات قبل كده، من ضمن توقعاتي ان هم يا جماعه مش هيكملوا شغل في التوسعه ديت، هم ممكن يدونا الشواطئ، يسلمونا الشواطئ من غير ما يخلصوا. هتقولي طب ما هم اهو حطوا هيرصفوا وخلصوا. لا، هو البوابات مش هيلونوها غير لما الصيف يخلص. وكمان حاجه بنسبه برضو كبيره، ان الممشى نفسه تمام اللي احنا بنتمشى عليه على الكورنيش ده، هو طبعا هم يا دوب حطوا الماده الخرسانيه وما حطوش لسه لا البلاط ولا حطوا الانترلوك، فاحتمال برضو البلاط والانترلوك بياخد وقت، يعني ممكن ياخد له اسبوع. تمام، فهم بيقولوا كده كده هيفتتحوا الشواطئ قبل العيد، فمتوقع برضو ان هم ما يحطوش الانترلوك غير بعد المصيفين ما يمشوا والصيف يخلص. احنا كده بقى ايه، بنصور لكم في العربيه كده واحنا ماشيين. شواطئ العصافرة دلوقتي معانا، زي ما قلت لكم هي ما فيهاش شغل كتير قوي، يعني هي ان شاء الله الصيف ده هتكون معانا شواطئ العصافرة، ومعانا برضو احنا كده كده شغال معانا اليومين دول شواطئ البروفاج، اللي هو شاطئ البروفاج وشاطئ محمود سعيد وشاطئ جزيرة الذهب. تذكرة الفرد 25 جنيه، شواطئ محترمة جدا، عاملة عنها فيديوهات كتير قوي على القناة، لو حابين تشوفوها ممكن اطلعها لكم في علامة الاي في الشاشة من فوق، او اسيبها لكم في شاشة النهاية في الفيديو، هسيبها لكم ان شاء الله لو حابين تتفرجوا على البروفاج، لو انتم ما كنتوش يعني تعرفوه او اول مره تتفرجوا عندي هنا او تشوفوا هنا الفيديوهات، هسيب لكم انا البروفاج يا في نهايه الفيديو يا هيظهر لكم في الشاشه من فوق. البوابات دي بقى هم هيسيبوها على المنظر ده، مش هيلونوها غير يعني يدولها الوش النهائي بتاعها غير بعد الصيف ما يخلص. ولو غيروها يعني حاجه كويسه طبعا، بس ده كلامهم هم. يعني احنا هنا في العصافرة كده. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.